فيلم بودي باجز. عمرك سألت نفسك ايه اللي بيحصل في المشرحة بعد ما كل الناس بيمشوا منها؟ فيلمنا بيبدأ في مشرحة مستشفى، وبنشوف فيها طبيب شرعي غريب قاعد بياكل في النبطشية بتاعته. الراجل كان مزاجه عالي جدا، بياكل لحمة بالشوكة والسكينة وبيشرب مشروب في كاس. الطبيب خلص العشاء بتاعه وبدأ يتكلم عن واحدة من الجثث اللي موجودة في المشرحة، وكان بيقول ان الجثث اللي قدامه في الاكياس جثث حالات خاصة، لان اصحاب الجثث دي ماتوا بطريقة غريبة. ووقف قدام واحدة من الجثث وبدأ يحكي قصة الجثة دي. قصتنا بدأت في مكان على طريق سريع معزول عن المدينة، وكانت بتتكلم عن واحدة اسمها آن كانت شغالة في محطة بنزين، وورديتها كانت وردية ليل. وفي أول ليلة ليها في الشغل التلفزيون عرض أخبار بيقول فيها إن القاتل المتسلسل الموجود في المدينة قتل ضحية جديدة. ما كانتش خايفة من الخبر ده، وكانت متأكدة إنها تقدر تدافع عن نفسها، وراحت عشان تستلم الوردية من واحد اسمه بيل. بما أن ده أول يوم لآن في الشغل، بيل شرح لها كل حاجة عن شغلهم، وأكد عليها أكتر من مرة إن الباب بتاع السوبر ماركت اللي هي فيه بيقفل لوحده، فلو هتخرج من المكان لأي سبب لازم تاخد المفتاح معاها. وبيل ساب لها رقمه في الآخر عشان لو حصل أي مشكلة تكلمه، وروح على بيته. قضت الفترة بتاعتها في المذاكرة لأن عندها امتحان مهم بكرة، وفجأة دخل عليها راجل شكله ملخبط حبتين. كانت مرعوبة من الراجل ده، وبمجرد ما خد حاجته ومشي ارتاحت نفسيا وحست ان في جبل اتشال من على راسها. تاني زبون كان راجل لطيف لابس جاكيت جلد. الراجل كان ودود ولطيف جدا، كانت بتحب الشباب من النوع ده. فلما الراجل عرض عليها انهم يخرجوا في موعد غرامي وافقت في ثواني، بس للاسف نسي الفيزا وهو بيحاسب. حاولت تلحقه وتديله الفيزا بتاعته، بس الراجل كان ركب عربيته ومشي. للأسف اكتشفت إنها نسيت مفتاح السوبر ماركت جوه، وما كانتش عارفة هتفتح السوبر ماركت إزاي، لحد ما جالها راجل متشرد وطلب منها مفتاح الحمام. قالت له يستنى شوية على ما تروح تدور على نسخة تانية من المفتاح، وفعلا الراجل استنى. دخلت المحطة عشان تدور على المفتاح هناك. لقت المفتاح فعلا، بس وقعت صورة بيل من على المكتب، وللأسف ما دققتش في شكل بيل وهي بترجع الصورة، وخدت المفتاح بسرعة وخرجت اديته للراجل المتشرد. الراجل المتشرد خد المفتاح من وابتسم ابتسامة غريبة وراح على الحمام. بعدها في راجل تاني جه للمحطة هو وزوجته عشان يفول عربيته، وراح لآن وطلب منها مفتاح الحمام. طبعا قالت له ان المفتاح مع الراجل المتشرد اللي موجود في الحمام حاليا، فالراجل قال له انه هيروح له. في نفس الوقت زوجة الراجل اللي كانت بتفول العربية اكتشفت ان في عطل في مضخة البنزين، فطلبت من تجيلها عشان تساعدها. وفعلا راحت ليها، بس المرة دي ما نسيتش مفتاح السوبر ماركت. الراجل خرج بعدها من الحمام وقال لآن ان الراجل المتشرد نايم هناك، وخد زوجته ومشي. راحت الحمام للراجل المتشرد عشان تاخد منه المفتاح، واول ما دخلت اكتشفت انه مش موجود، واتفاجئت برسومات غريبه لشياطين مرسومه هناك. اول ما شافت الرسومات خافت جدا وخرجت من الحمام تجري، وفي طريقها للسوبر ماركت لاحظت ان مركز الصيانه اللي في البنزينه نوره اتقطع فجاه. حاولت اتصلت على المركز عشان تشوف فيه ايه، بس للاسف محدش رد عليها، فخدت معاها كشاف وراحت تشوف بنفسها. اول ما دخلت مركز الصيانه اتفاجئت بان الراجل المتشرد مذبوح هناك. اترعبت اول ما شافت المنظر وطلعت تجري من الخوف، وراحت السوبر ماركت واتصلت على رقم بيل. الغريب ان تليفون بيل كان تليفون للكشك اللي جنبها في المحطه، لمحت ان في ظل الراجل موجود هناك. لما بننتقل للكشك وبنقارن صوره بيل اللي على المكتب ببيل اللي بيرد على التليفون، بنكتشف انهم شخصين مختلفين، وده معناه ان بيل اللي بيرد على التليفون ده بيل مزيف. بيل المزيف رد على وعمل صوته كانه رساله مسجله، ومسك سكينه طويله وقطع خط التليفون، وخد مطرقه كبيره وراح ناحيه عملتها على نفسها اول ما شافت بيل المزيف ده جاي ناحيتها، فاتصلت من تليفونها على الشرطه، بس للاسف محدش رد عليها. وساعتها جريت من مكانها. بيل المزيف مسك المطرقه بتاعته وبدا يكسر في ازاز السوبر ماركت، دخلت جوه وبدات تفتح في الدواليب على امل انها تلاقي اي حاجه تدافع بيها عن نفسها، بس فجاه جثه بيل الحقيقي وقعت فوق دماغها. دخلت في حالة هستيريا وفضلت تصرخ وحاولت تشيل الجثة من فوقها. في نفس اللحظة بيل المزيف نجح انه يكسر الازاز ودخل وكسر عليها باب الأوضة اللي هي فيها، بس فاجئته ومسكت كرسي وضربته بيه في وشه. الضربة جت في مناخير المجرم ووقع على الأرض وبدأ يتشنج. فكرت ان الموضوع خلص على كده، بس المجرم طلع وراها ومسكها فزقته بسرعة وطلعت تجري تاني، وقعدت بعدها على جنب عشان تفكر في حل للمصيبة اللي هي فيها. المجرم قام تاني من على الأرض وسحب سكينة طويلة وراح ناحية عشان يقتلها، بس لحسن حظها شافت المجرم قبل ما يقرب منها، فجريت على مركز الصيانة وزقت جثة الراجل المتشرد وحاولت تدور العربية اللي كان مقتول فيها. لسوء الحظ العربية ما دارتش والمجرم وصل خلاص وفجأة الراجل اللي كان لابس جاكيت جلد ظهر في الوقت المناسب ومسك المجرم من ظهره وزقه بعيد عنها، بس المجرم كان أقوى منه وقدر يتغلب عليه.
المجرم راح من تاني ناحية آن، بس باين أمه كانت داعية عليه لأنه اتزحلق في زيت العربيات ووقع على ظهره. وساعتها الراجل اللي لابس جاكيت جلد استغل الفرصة ونزل العربية عليه فرمته، وقام بعدها من مكانه وبكل جنتلة قال لآن أنا نسيت الفيزا بتاعتي. وقصتنا بتخلص على كده. بننتقل من تاني للمشرحة وبنشوف الطبيب الشرعي وهو قاعد قدام الجثة وعامل فيها دكتور نفساني وبيقاوم سلوك المجرم ده، بس بيزهق منه لأنه ما بيتعاملش وما بيردش عليه، فبيقوم يتمشى بين الجثث ويدور على جثة تانية. الطبيب ده باين عليه مجنون. الطبيب راح ناحية تلاجة من اللي موجودين ومد ايده فيها وخرج منها كيس أعضاء بشرية وقال أهو ده اللي اتبقى من الجثة بتاعت الراجل ده. على فكرة حكايته أغرب من الحكاية اللي فاتت، تعالوا أحكي لكم الراجل ده مات إزاي. القصة بتدور حوالين راجل اسمه ريتشارد. ريتشارد كان راجل كبير في السن وعنده مشاكل في شعره بتخليه يقع، وكان على علاقة مع بنت أصغر منه في السن اسمها ميجان. ميجان حاولت تقنع ريتشارد كتير إنها بتحبه زي ما هو وإنها بتعتبر الراجل الأصلع راجل أكثر جاذبية، بس ريتشارد ما كانش مصدق كلامها لأنه كان بيحب شعره جدا، فسابها بتتكلم مع نفسها ودخل يسرح شعره. بس الباروكة اللي هو لابسها بتطلع في المشط بتاعه وبيتحرج قدام ميجان. ميجان قررت تاخد ريتشارد لمصفف الشعر بتاعها عشان يشوف له حل، وهناك مصفف الشعر قال لريتشارد إنه هيبقى أصلع تماما بس مش لازم يحس بالإحراج. وقبل ما يمشي عمل له تسريحة حلوة لشعره، بس ريتشارد ما كانش راضي عن شكله وكان مركز جدا مع الناس اللي في الشارع وغيران من كثافة شعرهم، عشان كده اشترى مستحضرات كتير للعناية بالشعر وبدأ يهتم بشعره زيادة. ده حتى كان بيشغل مزيكا بتطول الشعر وهو بيسرحه، بس الموضوع ما كانش جايب نتيجة، فقرر يرش دهان اسود على شعره عشان يداري الصلع. ميجان راحت لريتشارد وهو راشش شعره ومسكت نفسها من الضحك وحاولت تدعمه نفسيا، بس اكتشفت ان الموضوع زاد عن حده لما باست ريتشارد من راسه وشفايفها اتعكت بالدهان. ميجان فقدت اعصابها وبدأت تزعق في ريتشارد لانه مجنون بشعره ومش قادر يتقبل شكله زي ما هو، وفي نهاية كلامها بلغته انهم محتاجين يبعدوا عن بعض شوية. ميجان كان هدفها انها تقاوم سلوك ريتشارد شوية، بس ريتشارد دماغه خدعته وفكر انها عايزة تسيبه عشان هو اصلع. بالصدفة ريتشارد شاف اعلان على التلفزيون والاعلان ده كان بيتكلم عن محلول جديد بيطلع الشعر من تاني، فقرر يروح المكان ده ويشوف حل لشعره. وهناك الدكتور قال له انهم بيطوروا علاج جديد عن طريق حقن الجلد، بس رفض يقول لريتشارد اسم المادة المستخدمة في العلاج، وعرض عليه بعدها كام تسريحة للشعر عشان يختار منها. ريتشارد اختار تسريحة الشعر الطويل وعمل بعدها العملية، ولما فاق منها لقى ان في شاش كتير محطوط على راسه والدكتور قال له انه هيشيله بكرة الصبح. لما ريتشارد شال الشاش اتفاجئ ان شعره طول بالظبط زي التسريحة اللي اختارها، ولما ميجان راحت له اتفاجئت بشعر ريتشارد الطويل، وكمان لاحظت ان شخصيته اتغيرت وبقى واثق من نفسه اكتر، ده حتى بقى بيبوسها احسن من زمان. والاتنين قضوا ليلة لطيفة مع بعض احتفالا بشعر ريتشارد. تاني يوم الصبح ريتشارد حس ان في حاجة في بقه من جوه والحاجة دي كانت مسببه له ألم، وكمان لاحظ ان شعره بقى اطول بكتير عن امبارح، فراح لمصفف الشعر بتاع ميجان من تاني عشان يقص له شعره شوية. الغريب بقى ان شعر ريتشارد الواقع على الارض كان بيتحرك زي الديدان، بس ريتشارد ما لاحظش حاجة. بالليل ريتشارد تعب اكتر فلغى الميعاد بتاعه مع ميجان وجاب كشاف وضربه ببقه لان الالم بقى لا يحتمل. ريتشارد لاحظ ان في شعرايه طالعه له ببقه من جوه، ولما حاول يسحبها ما عرفش، ده غير ان شعره طول بشكل مخيف، فقرر يكلم الدكتور اللي عمل له العمليه عشان يشوف له حل، بس للاسف كان تعبان جدا ونام قبل ما يكلمه. تاني يوم الوضع بقى أسوأ، في شعر طويل ومخيف بقى بيطلع له في كل مكان في جسمه لدرجة انه بقى عامل زي انسان الغابة. ريتشارد وقف قدام المراية وهو زعلان على اللي حصل له وجاب مقص وبدأ يقص شعره، بس لما قص شعرايه من شعره سمع صوت صريخ، ولما جاب العدسة المكبرة وبص على شعره اكتشف ان شعره عبارة عن ديدان صغيرة جدا، والدودة اللي كانت في ايده عضته من صباعه ونزلت في الحوض. ريتشارد راح جري على مكان الدكتور اللي عمل له العملية، واول ما دخل على الدكتور قال له على اللي بيحصل له، بس الدكتور والممرضة كان رد فعلهم غريب جدا، الاتنين كانوا راضيين تماما عن نتائج العملية. والممرضة جت بعدها وشقت دراع ريتشارد. الغريب ان في ديدان كتير بدأت تخرج من الجرح وكانت من نفس النوع اللي كانت في شعره. الدكتور قال لريتشارد ان البشر كائنات غبية لانهم بيروحوا لهلاكهم برجليهم، وبنكتشف ساعتها ان الدكتور والممرضة هما الاتنين فضائيين وبيتغذوا على الأدمغة البشرية. في الأصل الاتنين كانوا ديدان زي اللي موجودة في جسم ريتشارد، بس قدروا ياخدوا الشكل البشري لما اتغذوا كويس. ريتشارد بيجيله حالة صدمة من اللي بيسمعه، وساعتها الممرضة قعدته على الكرسي وبدأت تخرج الديدان من جسمه بعد ما اتغذت على دماغه. بنرجع تاني للمشرحة وبنشوف الطبيب الشرعي وهو بيدور على جثة تانية يحكي لنا قصتها، بس في الأول بيشرب كاس يروق على حاله وبيحط فيه عين بني آدم عشان النكهة. القصة دي بتتكلم عن لاعب بيسبول اسمه برانت كان لاعب بيسبول شاطر جدا، وعشان كده جاله عرض من نادي كبير. زمايله في الفريق كانوا عايزين يحتفلوا بانتقاله، بس قال لهم انه هيروح البيت لان زوجته كانت مستنياه. في الطريق للبيت برانت كان عايز يشغل واحدة من اغانيه المفضلة، بس ما كانش طايل شرايط الكاسيت، ففك حزام الامان وخد واحد من الشرايط، وفجأة ظهر قدامه غزال بيعدي الطريق. برانت فاد الغزال وعكس اتجاه العربية، بس للاسف فقد السيطرة على العربية وخبط في عمود. الناس اتلموا على مكان الحادثة بسرعة عشان ينقذوا برانت،
ولقوا ان برانت مصاب اصابه شديده وفي ازازه داخله في عينيه. الاسعاف جت مكان الحادث وخدوا برانت على المستشفى، وهناك عملوا لبرانت عمليه في عينيه. واول ما فاق لقى زوجته كايت واقفه جنبه مع الدكاتره اللي طمنوه انه هيبقى كويس مع الوقت. بس اول ما برانت عرف انه فقد عينيه اليمين اتجنن، لانه بيرمي كره البيسبول بايده اليمين برضه، ومحتاج عينيه دي عشان يعرف يأدي كويس في الملعب. الحظ ابتسم لبرانت من تاني وحط في طريقه الدكتور لوك اللي كان بيطور تقنيه جديده لزراعه العين. لوك قال لبرانت انه يقدر يساعده، بس التقنيه بتاعته لسه جديده والنتائج بتاعتها مش مضمونه 100%. برانت وافق على عمليه زراعه العين على امل ان عينه اليمين ترجع، واللي شجعه اكتر ان ما عندوش حاجه يخسرها، وكمان العين اللي هتتركب له كانت جاهزه. المستشفى جابت العين دي لبرانت من جثة واحد لسه متوفي، والمتوفي ده كان مقطوع من شجرة بدون أهل أو أصحاب. هو صحيح العين كانت بني وعين برانت الأصلية كانت زرقاء، بس دي مشكلة بسيطة تتحل بعدسة لاصقة. وفعلا برانت عمل عملية زراعة العين، وجي اليوم اللي هيشيلوا فيه الضمادة عنها. أول ما شالوا الضمادة عين برانت وقعت على زوجته كايت، وساعتها قال لها إن تسريحة شعرها جميلة، وده معناها إن العين تأقلمت مع الجهاز العصبي لبرانت، وبالتالي تبقى العملية نجحت وبرانت يقدر يرجع بيته في خلال وقت قصير. الغريب ان برانت كانت بتجيله هلاوس لحظيه وبتروح بسرعه، بس كان بيحس بصداع شديد بعدها. لما جه وقت الفحص النهائي الدكتور كان مبسوط جدا من النتائج، فكتب لبرانت على خروجه وروح مع زوجته البيت. كايت ادت لبرانت هديه كانت شايلاها لحد ما يخرج من المستشفى، والهديه كانت عباره عن سرير اطفال. برانت فرح جدا بالهديه اللي زوجته جابتها له، لان ده معناه انها حامل، وده اللي كان مستنيه من سنين. بالليل برانت قعد يعاكس زوجته ويحاول انه يجرجرها للرذيله، بس كايت رفضت عشان مش في المود، وخصوصا انها مش عارفه تتعود على لون عينيه الجديد. برانت تفهم رغبتها وراح عشان يقفل الشباك ويناموا جنب بعض، بس شاف حاجه غريبه في الجنينه بتاعته. كان في جثه لواحده ست خارجه من ارض الجنينه، بس اختفت فجاه وبرانت جاله صداع من تاني. كايت حاولت تهدي برانت وتعمل له مساج لدماغه لحد ما نام، وتاني يوم الصبح برانت نزل للجنينه وبدا يحفر في الارضيه بتاعتها في نفس المكان اللي الجثه خرجت منه امبارح. بس كايت ندهت عليه قبل ما يكمل حفر عشان ياكلوا مع بعض. برانت كل مع زوجته، ولما قام يغسل ايده في ايد جثه خرجت من الحوض فجاه. برانت بدا يتجنن من الهلاوس اللي بتجيله كل شويه، فخرج من البيت بسرعه وراح على الجنينه من تاني وبدا يحفر في نفس المكان، والهلاوس اتكررت معاه من تاني، والمره دي خرجت رجلين من الحفره. في اللحظه دي برانت اترعب وما كانش عارف يسيطر على الهلاوس دي، وطلع جري على اوضته وخرج الانجيل وبدا يقرا فيه. بالليل برانت وضعه اتحسن وخد زوجته كايت عشان يوريها انه جمع السرير. في الوقت ده جات له رؤيه من تاني، المره دي شاف ست شقره واقفه بتدخن قدامه، ولما خلصت سيجارتها طفتها في راسه. برانت بدا يصرخ من الرعب وكايت حاولت تهديه، ولما هدي حاول يقنع كايت انهم يهيصوا شويه. كايت وافقت برانت بس ما كانتش عارفه تدخل في المود، فاستسلمت لبرانت بدون ما تستمتع هي. اما بالنسبه لبرانت فالموضوع كان مختلف تماما. برانت بدا يتخيل انه نايم مع الست الشقره اللي شافها قبل كده، فقرر ينتقم منها وعضها في كتفها، بس الحقيقه انه عض زوجته كايت لحد ما نزفت. كايت قامت من جنب برانت وبدات تبكي على اللي عمله فيها، بس كايت كان لسه شايفها الست الشقره وطردها بره الاوضه. تاني يوم برانت كان بيقرا في الانجيل دايما وقرر يروح للدكتور لوك. اول ما وصل للدكتور فضل يزعق فيه وساله على اسم اللي اتبرع له بالعين. في الاول الدكتور خاف من برانت وما رضيش يقول له، بس لما لقاه هيتجنن عليه قال له ان الشخص ده اسمه راندل براد. برانت خد المعلومه من هنا وطار على الارشيف وبدا يدور على اسم راندل، واكتشف انه كان قاتل محترف وكان بيستمتع بفرم ايد الضحايا بتوعه اللي كانوا كلهم ستات، وكان بيدفنهم بعدها في الحديقه بتاعته. التحقيقات كشفت ان راندل كان بيعمل كده لانه كان عنده عقده من طفولته، والعقده دي كانت سببها والدته المدمنه، وكمان كل ضحاياه كان شعرهم اصفر. تاني يوم برانت حفر حفره في الحديقه بتاعته، ولما كايت سالته عنها قال لها ان دي الحفره اللي هيدفنها فيها. اول ما كايت سمعت اللي برانت بيقوله جريت على البيت، بس برانت ما سابهاش وجري وراها بالمقص بتاع الشجر. برانت قدر يوصل لكايت ووقعها على الارض وجرجرها بعدها من شعرها وربطها في الترابيزه، وجات له نوبه هياج شديده وبدا يقول اسم راندل اكتر من مره ويشتم في الستات. في اللحظه دي كايت اتاكدت ان زوجها عنده انفصام في الشخصيه وبدات تبكي من اللي هو بيعمله فيها، واتحايلت عليه انه يمسك الانجيل. اول ما خدت الانجيل من ايد برانت فتحت له اول صفحه فيه، وساعتها شاف انها هي اللي جابته له هديه. برانت بدا يتشنج من تاني وحاول يطرد شخصيه راندل من جسمه، بس للاسف ما قدرش. ساعتها فكر انه ما قداموش غير حل واحد، وفي ثواني خد مقص الشجر ورشقه جوه عينه اليمين اللي هي عين راندل، ووقع بعدها ينزف على الارض جنب الانجيل. وبتنتهي قصه برانت على كده. بنرجع تاني للمشرحه وبنشوف الطبيب الشرعي وهو بيستمتع بوقته وبيغني شويه وسط الاموات، وفجاه سمع صوت خطوات جايه من بره فخلع البلطو بتاعه بسرعه. المفاجاه ان كان في جرح كبير جدا موجود في جسمه، والمفاجاه الاكبر ان الراجل ده حط علامه الصباع اللي بتبقى مع الجثث ونام في كيس من اكياس الميتين. وهنا بنفهم ان الراجل ده ما كانش طبيب شرعي ولا حاجه، ده كان جثه من جثث المشرحه. وفي الاخر بيدخل الدكاتره الحقيقيين للمشرحه. يا ريت تقول لنا يا صديقي اي قصه فيهم عجبتك اكتر، وما تنساش اللايك والاشتراك عشان تتابع كل الافلام الجديده. سلام يا صديقي.